خلاصة قصة عن الأم في الإسلام. ويس القرني رضي الله عنه أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ير النبي لأنه بكي في اليمن ليبر أمه. فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يطلب منه دعاء والاستغفار، وسبب فضله أنه كان برا بأمه، ولذلك كان دعاؤه مستجابا. وفي الحديث الصحيح قصة ثلاثة رجال دخلوا غارا وسدته صخرة قد أو الله بأعمالهم الصالحة، وكان منه رجل بر بوالديه يسقيهما قبل أهله وماله، وانتظرهما طول الليل حتى سربا، ففرج الله عنهم جبلا. وهذا دليل على فضل بر بالوالدين. وروي أن أسامة ابن زيد دعا نحلة قيمتها 1000 درهم وأخذ جمارها فأتبعه أمه، فلم يرى شيئا أعظم من طلبها. ومن القصة أيضا أن رجلا كان يعتني بأمه المريضة منذ صغره، يطعمها وينظفها ويحفظها، مع أنها لا تغرف شيئا، وإنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله وطلب لرضا. إن بر الوالدين عبادة عظيمة قرنها الله بطاعته، وخص الأمة بزيادة فضل لأنها حملت وولدت وربت. ومن بر والديه فقد فاز بالخير في الدنيا والآخرة. وكثيرا من نرى أن دعاء الوالدين سبب في سعادة الوالدين ورحمته.